خذي على سبيل المثال ده كتاب اسمه الفقه على المذاهب الاربعه، ده من ثوابت الامه، عشان زعلانين قوي على ثوابت الامه. شوفي ثوابت الامه بتقول ايه. ده بيدرس في الازهر في الجامعه. الحنفيه قالوا لو تزوج رجل بامراه وغاب عنها سنتين فاتاها خبر وفاته فاعتدت منه ثم تزوجت واتت باولاد من الزوج الثاني، باولاد مش بولدين ولا بولد واحد، اولاد، يعني عاشت معاه بتاع 7 8 سنين. تمام. جابت من الثاني اولاد. اوكي. خلاص. بعد ما قالوا لها انه مات. ثم قدم الاول، فجاه راح ظهر الاولاني، يحصل ايه بقى يا ابو حنيفه؟ يا امام يا عظيم، او يا ائمه عظام، عشان احنا اللي ما بنفهمش والناس هي اللي الثانيه بتفهم. فإن الأولاد يلحقون بالأول وينتفون من الثاني، عشان لحسن تكون فاهم ان الأولانية غلط. لا خدي إنه يلحقون بالأول وينتفون من الثاني وتطلق من الثاني وترجع للأول. يعني المسألة إنه لازم إحنا نبقى متآمرين، لازم إحنا نبقى متآمرين، لازم إحنا نبقى ما بنفهمش، لازم إحنا نبقى جهلة، لازم إحنا نبقى مش متخصصين. ليه تعقيب على دي مع المستشار؟ الكفت الأزرق الحاجه بتاعتهم اعلى شويه. بيقولوا ايه؟ بيقولوا دي اراء شاذه واحنا ما بناخدش بالشاذ. فانا قلت لهم طب بما ان دي اراء شاذه، ازاي تسموا صاحب الراي الشاذ انه امام؟ كيف يكون اللي بيقول لكم الشذوذ، اللي بيقول لك ان المراه لا يجوز الفقه على الفقه المذاهب الاربعه، الفقه الشافعي والمالكي وابن حنبلي وابو حنيفه بيقولوا ليس على الزوج نفقه لزوجته المريضة سواء لا أجر طبيب ولا نفقة دواء. ليه؟ عارفة ليه؟ لأنه تزوجها لمتعته، فما هي المتعة في امرأة مريضة؟ لأنه عندهم متعة كده، هو الزواج متعة، فما هي المتعة في امرأة مريضة؟ إذا ما يصرفش عليها. مش كده وبس، المالكية والحنابلة قالوا ولا يجبر الزوج على شراء كفن لزوجته المتوفاه ولو كانت فقيره، لان خلاص ماتت بقى، يرميها للزبال. ومش كده بس، ده له ان يضاجعها مضاجعه وداع، يضاجع جثتها مضاجعه وداع. لا ده تم نفيه يا سياده المستشار. نفي مين؟ ثانيه واحده بس حضرتك، النفي والاثبات ما يبقاش مكتوب في كتب. النفي مش مكتوب في كتب والاثبات موجود في كتب. يعني طب حضرتك طلع لي من الكتاب اللي بيقول كده. هقول لحضرتك سهل قوي. يعني مثلا على سبيل المثال، مش الإسلام أكرم المرأة؟ طبعا، هي دي فيها كلام. طيب الإسلام أكرم المرأة وهي ناقصة عقل ودين؟ الإسلام أكرم المرأة وأكثر؟ لا، وساوى ما بين الرجل والمرأة، والقرآن بيقول كده. واللي حضرتك بتقوله ده يعني منافي تماما لسورة الطلاق مثلا. يعني احنا بنتكلم في ايه؟ ده لو اصلا ماشي على القرآن. ما احنا قلنا في اول الحلقة انه المفروض ان احنا نعود لإسلام القرآن والسنة. هذا القرآن واي سنة مخالفة للقرآن لا يعتد بها، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليخالف القرآن ابدا. الاصنام، انت كنت بتتكلمي دلوقتي على الاصنام حضرتك في اول الحلقة. ايوه. الاصنام كانت زمان بيلت اوت، دلوقتي بقت بيلت ان. لو اتكلمنا النهارده عن البخاري ابص الاقي 1000 مليون واحد ما قراش البخاري بيدافع عن البخاري، بيشهد شهاده زور لصحيح البخاري بانه صحيح دون ان يقراه. انا عندي سؤال واحد الإسلامية بس. كلها بتشهد للبخاري زورا بانه صحيح وهم لم يقرأوا البخاري. لو قرأوا البخاري لعلموا ان البخاري قال ان المعوذتين ليستا من القرآن، ولعلموا ان البخاري قال ان القرآن اللي عندنا اللي معانا ده في معزة كالت. صحيح البخاري؟ ايوه صحيح البخاري، وانه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار مرارا وتكرارا. سؤال قبل ما اطلع فاصل، بقى او لا، في صحيح البخاري أيوة. اول حاجة الرسول قال لا تتحدث، لا تكتبوا عني حتى لا تؤلهوني كما ألهتم كما أله عيسى ابن مريم. ايوه طبعا. وكمان حاجة تانية، الخلفاء الراشدين الأربعة لم يكتبوا الحديث، أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكتبوا الحديث. البخاري، عارفة البخاري اتولد سنة كام؟ اتولد سنة 194 هجرية، يعني بعد وفاة النبي كان لسه ب 130 سنة، ب 184 سنة، هو اتولد 194. وزارة التربية والتعليم
اسمح لي انقل على الدكتور خالد فاروق بس وهسألك عايز سؤال اقول نقطة صغيرة بس. اي شتيمة اي شتيمة واي سباب بقوله على تأليف هذه الكتب مش والمنسوبة للناس دي، لكن انا قلت انه البخاري ومسلم وابو حنيفة ومالك واحمد بن حنبل والشافعي لا توجد مخطوطة بخط ايد واحد فيهم، يبقى هم غير معنيين بهذا الجنون اللي في هذا الكتب. طب تفسيرك ان دي اسرائيليات، تفسيرك ان عشان دي مفيش واحد مدسوس. يقص حته في وينزلها على اليوتيوب ويقول انه المستشار احمد عبد المنعم بيقول على ائمه اربعه مجانين. الائمه الاربعه اللي انت بتدرسهم مجانين، انما الائمه الاربعه الاصليين اللي ما فيش مخطوطه بخط ايدهم مش مجانين. لازم نفرق ونعرف اللي في ايدينا والمتيسر. اللي متيسر ان البخاري بيقول الاحتيال على الفتاه البكر، الاحتيال على المرأة السيب عشان يجوزها. ده بيتعلم في سنة كام؟ ده سنة كام؟ ده البخاري، ده البخاري الجامعة، ده في الجامعة. بخاري. طيب لكن احنا دلوقتي في عصر اسمه عصر التيقن. عصر التيقن اللي هو ايه؟ انه انا اتيقن من كل شيء بيتقال لي. أيوة. بيقولوا لي انه يجوز ان البنت تتجوز ولو في المهد. مكتوب الكلام ده في فتح الباري في شرح صحيح البخاري. في المهد، في اللفه. يعني يوعدوهم ببعض. لا يعني. لا يتجوزها، ولكن لا يطأها الا ان تتحمل الوطء. فان كانت سمينه تتحمل الوطء فيجوز ان يطأها. ده مكتوب كده بالالفاظ اللي انا بقولها دي. والكلام ده موجود في للناس اللي هم الملتحين واللي بيحبوا قوي البخاري. المقدمه اللي اسمها هدي الساري في كتاب ابن حجر اللي هو فتح الباري في شرح صحيح البخاري. ده بالرغم من ان القرآن بيأمر باخذ ايوه رأي طبعا البنت. طبعا ده بيأمر مش كده بس، يأمر بالبلوغ والرشد. طبعا القرآن بيأمر بالبلوغ والرشد، انما هم ما لهمش مش دعوه. بس البلوغ والرشد ايضا. ما لهمش دعوه بالقرآن. يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ولكن ما بيحسوش وهم بياخدوه مهجور. يعني هم لما بيفرقوا ما بين المسيحي والمسلم ما قروش قول المولى عز وجل، او بين الكافر والمسلم، بلاش المسيحي، الكافر. ما قروش قول المولى عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، تعيد عليه، وتقسطوا اليهم، وتدي له حقه. القسط ده يعني تدي له حقه، ان الله يحب المقسطين. ما قروش المولى عز وجل اللي هو بيقول: ود كثير من اهل الكتاب، عشان ما حدش يقول لي اصله يعني كلهم عايزيننا نبقى نصارى زيهم. واسمع اهو ربنا بيقول ايه: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. نعمل احنا ايه بقى؟ نقتلهم؟ لا، فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء. ده الاسلام اللي احنا عايزين الازهر يدرسه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ المشركين استجارك فأجره. شوف يا سيدي: وقيله يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون كفارهم. واحد من جماعه من الشباب اللي بيلحدوا دلوقتي مثلا. وقيله يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. رد عليهم ربنا قال لهم ايه؟ قال له: فاصفح عنهم وقل سلام. يعني اقول لكم ايه؟ هتفهموا امتى الاسلام؟ ما هو حضرتك بتقول لي الولاد اللي بيكفروا النهارده وبيلحدوا. انا بقول للمشايخ هتفهموا امتى الاسلام؟ انا بقول للمشايخ اللي بيدرسوا انه انا اضيق على المسيحي في الطرقات، اللي بيقول ما تعيدش، الملتحي اللي عامل لي فيها سلفي ويقول ما تعيدش عليه ما تعودوش اذا مرض وما تهنوش اذا فرح ومش عارف ما تعملوش اذا ايه. النهارده بيقول لك المسيحي والمرأة مفسدة صغرى. برد عليه بالقرآن. ده علاج، ده دخلوا في كل حاجة. نقلوا العلاج وقالوا الطب النبوي. ايه يا سيدي الطب النبوي؟ قال تشرب بول الإبل، مفيش احسن منه، ويا ريت لو كنز وسائع. وقال انه الحبة السوداء ايوه البركة. فيها اللي حبة البركة فيها شفاء من كل داء الا السام، الا الموت يعني. طب انا ما تروحوا تسجلوها للجماعه اللي دايخين على السرطان دول مش عارفين يعالجوه. يقول لك اصل في دكتور في المانيا على ناصيه شارع ام خالتي برلين قال انها عظيمه وهايله وما فيش بعد كده. يا سلام، ولا فاهمين حاجه، لا فاهمين العلم
ولا فاهمين دين، طيب ولا فاهمين اي معلش، حاجه. ما هو حضرتك مين اللي نقل لنا هذا الكلام؟ مين اللي نقل لحضرتك ان في طب نبوي؟ مين اللي نقله؟ لا، ما انا مش هسمع. ما لا. يعني هم معلش. الفقهاء هم السبب ان انتشر فقه الحجامه معلش في علشان القرن ال 21. معلش انه امه اقرا اللي نزل اول فريضه نزلت على المسلمين ما كانتش تصلي، كانت اقرا، ما بيقروش. اذا احنا النهارده عايزين نعيد تاني الاهتمام بديننا. نعيد الاهتمام بديننا مش بس للساده الفقهاء والمشايخ، كل اب وكل ام، كل طفل، كل طالب، كل شاب، كل فتاه تعتني بدينها، تعرف يعني ايه مساواه بين الرجل والمراه. لازم نعرف. ما احنا هنعرف ازاي؟ هتستقيها منين لو هو ده اللي احنا بنرسخه في أقول الكتاب لحضرتك وفي المجتمع؟ الثقافه المصريه بتقول ايه؟ ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وانا اتحدى 3/4 شعب مصر اذا كان عارف بقيه الايه ايه. بقيه الايه مش الايه اللي بعدها، بقيه الايه هي ايه قرانيه، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طب بقيه الايه ايه؟ علشان الناس اللي بتعيش مكرهه مع اهاليها، مع زوجاتها، مع ازواجها، لازم يفهموا ازاي يعيشوا. القران علمنا ازاي نعيش مع الزوجات وازاي نعيش مع الازواج. قال وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. طبعا أنا عارف برضو إنه مش هنعرف الفرق بين العفو والصفح والغفران. العفو إنك تبقى قادر تخاصم مراتك وما تخاصمهاش، لأن العفو دائما عند المقدرة ولمن يملك. أو هي تبقى قادرة إنها تخاصمه وتدي له ظهرها وما تخاصموش. والصفح إن أنا أفتح صفحة جديدة. والمغفرة إن ما أجيبش سيرة الموضوع ده في أي يوم في أي سنة طول عمري لحد ما أموت. بكده تستقيم البيوت. انما احنا مش فاهمين قرآن، احنا بيتخرب بيوتنا، نسبة الطلاق عالية علشان خاطر متخذين بعض الكتب وذات الامراض النفسية منهج لينا في حياتنا، مش عارفين يعني ايه. يعني حضرتك بتقولي ان نسبة الطلاق العالية سببها المناهج دي؟ طبعا امال ايه؟ ما هو إزاي ما هو انت النهارده لما تعلمي الولد ان القوامة على مراتي مثلا هي الرئاسة، ان انا اللي كلامي يبقى مسموع، دي اصلها ما بتسمعش الكلام يا عمي، يشتكيها لابوها ويقول له كده لانه فاهم ان عنده حق. القوامة يا ناس، القوامة. الله قيوم السماوات والارض. يعني ايه قيوم؟ ويعني ايه قوامة؟ يعني رعاية وحماية. يعني الراجل يرعى ويحمي مراته، ده حق للمرأة مش حق للراجل. بس انتوا فهمتوا الاسلام بالعكس. القوامة ليس معناها أن الرجل هو السيد. طيب ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أنا طبعا عايز أقول أنا آسف لحماسي، بس أنا حقيقة متنرفز وزعلان، واعذروني إن أنا زعلان في سني دي. أنا عندي 70 سنة. اعذروني في سني دي إن ألاقي وأنا قربت أغادر خلاص وآخد الاستمارة الصفراء الأخيرة، الاقي امتي الاسلاميه الحبيبه بتعتبر ان ده دين، الكتب دي بتعتبرها الدين وسايبه القران الكريم.